يمكن من أكتر الجمل اللي باسمعها أو أكتر الأسئلة اللي باتسألها أنا معدل الحرق عندي ضعيف أو أنا جسمي ما بيحرقش، أعمل إيه عشان أزود الحرق بتاعي؟ تعالَ في الفيديو ده أقول لك إيه هو معدل الحرق، وأقول لك إيه الحاجات اللي بتأثر عليه، وأقول لك إزاي تزود معدل الحرق بتاع جسمك، وإزاي تختار الدوا اللي هيزود عندك معدل الحرق. أول حاجة إيه هو معدل الحرق؟ معدل الحرق ده هو الطاقة أو كمية الدهون اللي الجسم بيستهلكها علشان يحافظ على وضعه الحيوي أثناء فترات الاسترخاء. معدل الحرق بتاع الجسم ده بيتأثر بأربع حاجات. تعالى اجيبهم لك من تحت لفوق. اول حاجه السبورتس او الرياضه، وده بيمثل من 5 ل 10%. ده معناه ان الرياضه مش مهمه؟ لا، معناه ان الرياضه مهمه علشان احافظ بيها على الكتله العضليه بتاعتي، وعشان احافظ على جسمي ان هو يكون بصحه كويسه طول الوقت. الحاجه الثانيه اللي بتاثر على معدل الحرق بتاعي الثيرموجينيك افكت، ودي بتمثل 10%. الثيرموجينيك افكت اللي هو معدل الطاقه اللي الجسم بيستهلكها عشان يهضم الاكل اللي حضرتك اكلته. وعلشان كده الناس اللي بتوقف اكل لفترات طويله او بتفضل حاسه بالجوع فترات طويله معدل الحرق بتاعها بيقل. الحاجه الثالثه النون اكسرسايز اكتيفيتي او معدل النشاط اليومي بتاعي. يعني لو حضرتك طبيعه شغلك ان انت قاعد على مكتب، مش زي حد تاني طبيعه شغله ان هو بيتحرك كتير. لو حضرتك متعود ان انت بتركن العربيه بتاعتك او بتنزل بالمواصلات بتاعتك في المكان اللي انت رايحه، مش زي حد تاني بيمشي مسافات اطول، ده معدل حرقه بيكون اعلى. ومعدل الحرق بتاع النون اكسرسايز اكتيفيتي دوت بيمثل من 20 ل 30%. الحاجه الرابعه والاخيره البي ام ار، وده معدل الحرق اللي الجسم بيعمله علشان خاطر يحافظ على اجهزه حضرتك شغاله. يعني عشان يحافظ على المخ شغال وعلى الرئه وعلى القلب وعلى الجهاز الهضمي في وضع الاسترخاء العادي، وده بيمثل من 50 ل 60%. وده بيتاثر باربع حاجات. تعال اقول لك ايه هم عشان خاطر نقدر نسيطر عليه. اول حاجه الجيناتكس، اللي هي الموروثات بتاعت حضرتك من بابا وماما. يعني في عائلات معينه بنلاقيها عندها سمنه او عندها وزن زياده. العائلات ديت الاجيال بتاعتها بتكون حامله للجين بتاع السمنه، وده مش معناه ان حضرتك هتكون عندك وزن زياده، بس ده معناه ان حضرتك اكتر عرضه ان انت يكون عندك وزن زياده، علشان كده المفروض تنتبه. الحاجه الثانيه اللي بيتاثر بيها البي ام ار هي الجندر او الجنس بتاعنا، سواء حضرتك راجل او سيده. الراجل بيكون معدل الحرق عنده اعلى علشان خاطر بيكون عنده كتله عضليه اكتر. الحاجه الثالثه اللي بيتاثر بيها هي الهرمونز، سواء موجود عندنا تستوستيرون او انسولين او هرمونات الغده الدرقيه، كل دولت بيعلوا لي او بيقللوا لي معدل الحرق على حسب وضع الجسم. الحاجه الرابعه والاخيره هي الايدج او العمر. لو حضرتك من اول ما بنبتدي نكون موجودين لحد سن 18 سنه بيكون معدل الحرق عندنا عالي. من بعد ال 18 سنه بيبتدي معدل الحرق يقل نسبيا، وده طبعا كمان بيعتمد على الكتله العضليه بتاعتنا. ازاي اعرف ان الدواء اللي انا باخده ده بيعلي معدل الحرق؟ عشان اتاكد ان الدواء ده بيعلي معدل الحرق المفروض ان هو يزود لي ضربات القلب، ويزود لي الضغط، ويزود لي درجه حراره الجسم، ويخليني في وضع عصبي. لو الدواء اللي حضرتك بتاخده مش بيعمل الحاجات دي، يبقى الدواء ده مش بيعلي الحرق ولا حاجه. وطبعا علشان خاطر الحاجات دي الاثار الجانبيه ليها عاليه جدا، فمش طبيعي او ما فيش حد من شركات الادويه عنده الجرأه ان هو يعمل دواء يكون بيعلي معدل الحرق بشكل كبير علشان خاطر يساعد في حاجه زي كده. ازاي بقى انا اعلي معدل حرقي؟ زود كميه البروتين اللي حضرتك بتاخدها. كمان ممكن ناخد خل تفاح، لان خل التفاح بيزود من معدل الحرق. كمان نقدر ناخد كركم، لان الكركم بيزود او بيحول الدهون البيضاء لدهون بنيه، فبالتالي بيزود من معدل الحرق الموجود في الجسم. كمان نقدر ناخد شاي اخضر، لان الشاي الاخضر بيزود نسبه الحرق بمعدل تقريبا 5%. كمان نقدر ناخد القهوه العربي. واهم مشروب علشان خاطر تعلي معدل الحرق بتاعك هو الميه. كميه الميه اللي حضرتك بتاخدها ممكن ترفع معاك معدل الحرق لحد 30%. ما تخليش حد يضحك عليك ويبيع لك الوهم على ان الدواء دوت بيعلي معدل الحرق. ما تاخدش ادويه بتعمل لك دايريه او بتعمل لك اسهال، لان دي بتهد الكتله العضليه، مش بتزود معدل الحرق ومش بتنزلك نزول صحي.